اي عالسلامة عالسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي عافية يا ربي يعطينا القبول ومحبة الرسول. الناس الكل جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اكيد كيف فاهمين مش نعملوا نواصر هاوكا الموزوزة متاعنا التونسية 100%، كيما قلت ديما كل واحد وطريقته، معناها كل واحد وكيفاش يعملها. باهي باش نستحقوا الفحم تاعنا معناتها ذاك هو شنو عندنا؟ تابل كروية، عندنا فلفل اكحل، عندنا كليل وزعتر نفوح بهم على الاخر، عندنا الكركم، وعندنا الفلفل الهروس كما نقولوا احنا، الفلفل الشايح. بالطبيعة عندنا بصلة مقصوصة صغيرة، وعندنا الثوم، وعندنا زيت زيتونة، الفلفل زينة الأحمر الحار، وثوم مهرس ودجاج. عندنا خضرتنا والدجاج. الدجاج بالطبيعة يكون مغسول، غسلته بالخل والقارص قبل ما نحطه. وطنجرتنا محلول على نار هادية، والدجاج فيها الزيت قاعد يسخن. عندك العادة والله لا تقطع عنا عادة، لازمك فلفل الشايح من الأول يتقلى هو زوز جرينات فلفل أخضر، يبداو مشقوقين اكيد وفهم شويه ملح بالرسمي، يعطيو بنة في الماكله ماهيش عاديه والله العظيم. كما قلت لكم في الفيديو الاخر اللي المقلي معناتها الحاجات المقليه الكل مع الوقت تولي مضره اكثر منها نافعه. اما الله غالب معناتها الواحد اش باش يعمل، ديما عينيه يبنن هكا يبنن. خذيت هكا الناصر متاعي انا. شو انا عولتي كي نروح لتونس، عولتي من نواصر، من المقرونه، من شنو، من الكريمه، من الخميره متاع الجاتو، من السكر فاني، من الفازات الكل. ربي يبارك لها ناديه مرت خويا ما تقصرش يعني، ديما ديما ديما. وعندك الهريسه زاده والطن والجبن، قولها يا بنتي راهو عندي لهنا الطن والجبن وعندي كل شيء والله العظيم. تحط تركب راسها ولازم تاخولي يعني، تاخولي معاهم الحلو زاده، مش حاجه مش هكاك معاهم الحلو. ربي يبارك لها مرت خويا يا ربي ويشد لها في صحتها ويفضل لها الصغار. باهي لهنا باش نحط نفور النواصر. لو طون الزيت تقلى مش نحضروها، حطيت هاو كما شفتوا النواصر في الكسكاس، وصبيت عليه زيت زيتونة. مش نزيد بشوي بشوي ما تنحط بشوي بشوي ونخلط لين كل كعبة هاوكا لازم تشرب الزيت. هاوكا زيت زيتونة يخليها يساعدها باش من بعد تشرب الصوص بالكدا، و ساعدها تتبل شوي معناتها باش في ساعة طيب ما تبطاش. خاطر النوعية هذه متاع النواصر بصفة عامة معناتها تقريبا جربتهم الكل يشدوا بالكدا تياب. كاوا قاعد نفقد في الزيت المرة هذه، عرفت اللي ماخذ حذري على الاخر، منقص في الغاز على الاخر، لا ترسي لي كما اخر مرة في الفيديو متاع المقرونة الفلفل تحرق لي معناتها ناسي الغاز عالي، الفلفل تحرق لي. كاول هنا هو كمل مع ذاك معناتها، وغفلت عليه شوي الفلفل الاحمر هو تبدل لونه شوي. كالعادة ما نسوي شكل عصرة متاع الفلفل قبل ما نطلعه نعصر وبنغرفه باش يخرج الحرورية متاعه أكثر، لأن الفلفل الأخضر هاو جاني بالضبط. ومنحكي لكمش على الريحة، كي تعرفوها ريحة الفلفل المقلي كيفاش تقلب الكوجينة، تقلب الدار الكل بالريحة. كان نخرجوهم تويكا وباش نحطوا البصلة متاعنا تتقلى شوي، نحطها مع الدجاج يعني. الدجاج كما قلت لكم بننظفه بالخل والقارص بالكدا، ونحيله الجلدة باش هكا هو بطبيعته ما فيش روح معناتها. اما واحد يطيب على حاجة نظيفة هكا، وكالعادة عندي الكاتل هاو كذاك البقراج فيه ماء سخون باش نمرق بيه. حط طرف دجاجنا. انا خديت لهنا الدجاجة قسمتها على 4، وعندي دجاج مكنجل خرجتهم من الكونجيلاتور. عندي زوز افخاذ خرجتهم وحطيتهم هاهم هذوما، خرجتهم قبل ساعتين هكاك خليتهم ينذبوا وحطيتهم معاهم. انا كعادة انا ما نعرفش نطيب حاجة شوية، لازم
لازم بالبرشا طيب للناس الكل. باهي لهنا باش نبداو نفوحو. هاكا حطيت الملح هذاك ديما نخاف منه انا، ديما يغدرني. دونك هاكا نحط بشوي ومن بعد هاكا كي نذوق كان ناقصه وكان نزيدها شوي هاكا. هاو نحطو التابل نتاعنا، هذايا تابل كرويه. نحطو بزيت شوي خاطر تعرفوا الدجاج يحب الفحات. باش نكملوا الكليل والزعتر. انا الكليل والزعتر نفوح به كل شيء، ماكلت الكلها نفوحها بالكليل والزعتر. معناتها اي حاجه باللحم ولا بالدجاج نفوحها بالكليل والزعتر. انت حتى الحوت حشاك من البحر نحط فيه كليل والزعتر. كل شيء الملوخيه يعني اكيد نحط فيها، سينو الماكلات الباقيه الكل نحط فيها. هكا كمان حطينا الكليل والزعتر كما قلت لكم، وتويكا والفلفل الاكحل. كل واحد وفاحه، راه فما الفاح هذا الكل عبد ما يعملوش معناتها ما يستعملوهش. فما اللي يحط راس حانوت وشويه فلفل اكحل كاو وشويه فلفل زينه. انا لا، انا نفوح نحبها طنجرتي فاوحه. كمان نحطوا الثوم المهرس. فما الثوم المهرس فما عباد تحطوا في الاخر معناتها ما تحطوش من الاول. انا لا، انا نحب الدجاج يتقلى معناتها شويه مع الفاح والثوم والكل. زدت هكا تويكا شويه ما سخون باش يتقلوا مع بعضهم، باش اللفاح ما يتحرقليش في الزيت. هكا مع الدجاج معناتها باش هو الدجاج ما فيهش روح كما قلت لكم، تك 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 يطيب. دونك كهو هاكا كما قاعدين تشوفوا خذا غلوه باهيه معناتها في الفاح الدجاج. وندير نطيب في تختوخ نتاع طاجين لهنا. وباش نحطوا طماطم. الحكه هذيا عندي من اخر مره معناتها قعدت مغرفتين هكاكا مغرفه وشوي حطيتها، كنت نساها في الفريجيدير، حليت الفريجيدير تفكرت باش نزيد نحل بطبيعه حكه اخرى. ترى الصوص نتاع النواصر نحبها خاطر شوي، ما نحبهاش جاري كي صوص المقرونه نتاع اخر مره عرفتوا، ولا صوص الكسكسي. انا صوص الكسكسي اصلا عملها خاطره شوي معناتها نحب الماكله المطمطمه خاطره. يا شفتوا هكا هذيك زيت الطماطم حطيت مغرفتين ونص تقريبا كبار. مش خلاها زيادة مع الماء والزيت والدجاج تتقلى شوي. هذا كان تفكروا في اخر فيديو قلت لكم الطماطم لهنا مش حاجه يعني. انا عمدتي على الفاح بصراحه في تطيبي. انا العمد على الفاح. كمل نخلطهم، خلاهم شوي يتقل شوي كاس. خلاهم شوي يتقلوا لطن نمرقوا كما تشوفوا قلاو. تويكا باش نصب الماء ساعه باش نصبوا في هذيك باش نمصمص حكة الطماطم. قبل الفيديو هذا عملت قاعد نصور في فيديو هزيت حكة الطماطم والكاتل متاع الماء البقراج متاع الماء مش نصب في عض، نصب في الوحدة في حكة الطماطم صبيتها على صوابعي. راني مش تشويت اقسم بالله العظيم، تشويتها شوية في صوابعي والماء سخون يحرق. عدني البكاء ما بكيت. بالله عدني البكاء. اما لاباس الحمد لله، طول عندي ثلج الحمد لله. حطيت صوابع في الثلج في الليل عذبتني في الليل، عذبتني الوجيعة. قمت الصباح لاباس معناتها الحمد لله. هاو كذلك صبيت الماء باش نزيد نكمل. وعندي متاع الثوم زاد مازال فيه الثوم باش نكمل نمصمص. ما نخلي شيء، ماما علمتنا ما نخليه حتى شيء يتلوح، شيء ما يتلوح. والله كنت نضحك عليها قبل اقسم بالله، اللي تويك كبرت معناتها وتغربت عرفت قيمتها من الحاجات هذوكم. والله نخلط تويكا باش نزيد نمرق معناتها مش هذاك كهو. انتم مش تشوفوا برشا ماء، تشوفوا في اخر الفيديو قد باش تقعد صوص معناتها كي باش نحي الخضره والدجاج تعرف الصوص باش تقعد. وبلوس معناتها المخفول الكسكس ما همش كبار. بالنسبه للمقفول الكسكس تحيه لجيراني اللي مشيت قحفتهم فيهم خاطر مقفول الكسكس نتاعي تهلكوا. مشيت لهم ربي يبارك لهم ان شاء الله عطاني مقفول الكسكس. ماهيش مزيه هي لما حاضر ما يستاهلش. نحطوا خضرتنا تويكا البطاطا
بطاطا والسفناريا. باش نكملوا تويكا الفلفل الهروس والفلفل زينة باش نحطهم، ما حطيتهمش من الاول خاطر في ساعة يتحرقوا هما مع الزيت، في ساعة يتحرقوا، ديما يتحطوا اخر حاجة، يتحطوا بعد ما نمرقوا يعني عرفتوا. نسيت انا بالمرة حطيتها قبل ما حطيت الخضرة يا اخي. هاكا مش مشكل، نحركوا شوية تويكا شوية شبين شت مع شوية نحركوا شوية تويكا يدخل الفاح انت في الماء، وبطبيعته مش يبدا يغلي هو الكل تو يدخل في بعضه. ديما على نار هادية يعني، ديما ماذا بينا ما نقويوش في النار، شوي شوي، وما تشدش الثياب معناتها، خاصة الخضرة ما تشدش الثياب. كاو تويك بعد ما كملنا النواصر شخشخناها في الزيت، حطها تفور. فمع عبادي يحطوا الفلفل الاكحل والملح مع النواصر، انا لا، انا نحب نخليها هكاك. هاكا خذيت غلوة تويكا وباش نحيت البطاطا نلقاها طابت، اما السفناريا مازالت شوي. نحيت البطاطا باش باش ما تذوبش في المرقة. نعملوا نسقيو شوية معناها ونحركو، بعد رجعة معناتها التفويرة الثانية هذه كما تقول ماما، التفويرة الثانية. الفيديو هذا جاي مقلوب، الله غالب يسالش تحملوني شوي. نعمل الحفر في الوسط باش يطلع الدخان معناها، باش في ساعة تفور عرفتوا. هنا هاكا كمل طاب بريسك حضرت، باش عندي شوية فلفل ما تنيش نحط كرن كامل خاطر ديجا موزة جات، اما لازم نكرن الفلفل. كملت نحيت السفناريا خاطر هي ديجا طابت. ولا هنا باش نحط الحمص فما عباد يحطوا من الاول، انا ما نحطش من الاول، نحطه في الاخر. علاش؟ خاطر الحمص نتاعي ديجا طايب. ناخذ حمص هاكا من المحمص من التوابل كما نقولوا احنا، نفخوا هاكا ونطيبوا في الكوكوت، نطيبوا معناتها على الاخر، ونحطه في الكونجيلاتور، نحطه في الثلاجة. هاكا كي نسحق نجبد السره نتاعي، جبدته ديجا خليته ذاب في عقله، هاكا نحطه في الاخر مع قرن الفلفل. مش تقولوا لي هنا حطيت برشا حمص، لا انا نحب الحمص، نحب الحمص يبدا طايب، نحبه في النواصر، ونحبه في الكسكسي سورتو. وفما عباد يعملوا مقرونه بالبطاطا والحمص زاد على فكره، الفل سورتو والله نعرف شكون يعملها بالبطاطا والحمص. كاو لهنا هاكا حطيتها في البيركس تاعي، نحيت سقيت الحمص، نحيته معناتها باش تبدا صوص صافيه. وديجا وكا قعدوا كعبات حمص نسيتهم، انا باش نحيهم بالطبيعه باش ما يتخلطليش مع النواصر. ريتو قداش صوص، ريتو كالماء ذاك الكل قداش قعد منها صوص طرف. حتى النواصر حسيتها معناتها ما شبعتش بالصوص، كما قلت لكم نحب الحاجه الخاطره يعني، نحب النواصر تبدا مشخشخه بالصوص عرفتوا. هي مشخشخه، صحابي قالوا لي باهيه معناتها جات، اما لا انا باقي حسيتها ناقصه. زيد سقيتها من الاول في التفويره الثانيه، حطيت الصوص يعني كلي جات باهيه هي عرفتوا. كاو باش نكملوا نسقيو طويكا ونخلطوا، ومن بعديكا فما عباد ياكلوها هكايا طول. انا لا، انا شنو نعمل لها؟ انا نحطها في الفور تتجمر، نحل عليها من لوطه شويه بتاع درجين، وبعديكا نحل طرف من الفوق باش هكا تاخذ اللون معناتها، باش الدجاج والخضره والنواصر ياخذوا اللون، تجي فيهم هكا القرمشه البنينه عرفتوا. ما نخليش ما فوتش الدرج خاطر فور الغاز نتاعي انا قوي عرفتوا، باللي النقص يقعد قوي. كاو دخلتها للفور، خذيتك الوجه كما تشوف، وبالطبيعة خذيت شربة الصوص نتاعها. يعني انا ننصح العباد معناتها يجمروها قبل ما ياكلوها طول بالرسم، يعني تشوفوا معناتها المنظر كاو كيفاه جاء. اللهم صل على النبي، معناتها جات والله بنا باهي. لهنا جاتكم الفقرة الاخرانية، واللي برشا عباد داخلين الفيديو باش يتفرجوا في اللقطة هذه كهو معناتها نعرف.
لا اله الا الله محمد رسول الله. جاني كادو، خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو جاني. انا كنت شهاها على الاخر، نعمل لكم شوي سسبانس. عرفتوا هبطت ستوري على انستغرام قلت يا ربي وين نلقى الكرموس في الامارات. عندي جارتي هذي اللي قلت لكم خذيت مع عندها المقفول الكسكاس، كلمتني قالت لي اجاني حاجتي بيك، مشيت لها واعطاتني الصندوق هذايا بالرسمي. راني فرحان بيه قد صبري في الدنيا قسما بالله. انا ما كليته مره كاو كي روحت لتونس في الصيف وما شبعتش بيه. عرفتوا بالرسمي مريومه ربي يبارك لك ويفضل لك الصغيرات، جاست مزيانه على الاخر و عايشك وكاو بالرسمي عايشك. بيه لهنا وصلنا لاخر الفيديو شباب، ما ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب وكومنتير مزيان. يلا نتقابل في فيديوهات اخرين ان شاء الله. باي باي.